يا مرحبا، كيفكن؟ رجعت لكم بفيديو جديد. اشتقت لكم كتير واشتقت اني شارك معكم. كيفكن انتو؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا تمام. بهذا الفيديو هيك مصورة عن سلسلة، نفس السلسلة اللي كنت عم صور لكم اياها، اللي هي كم يوم من حياتي ورا بعض. بكون مصورت لكم اياه فلوج يوتيوب. فحبيت هاي السلسلة، حسيتها هيك منوعة شوي، فيها كتير هيك شغلات ممكن شاركها معكم وهيك والله. ولقيت اقبال منكم، يعني حبيتوها. والله بهذا اليوم فقت هيك بكير شوي، بتذكر كان ايه. فكنت عم بشتغل على مونتاج اعلان صباحي. هلأ الوقت بتحسه هيك كتير في كنكنة، عم ننام كتير وبنسهر كتير، فما بقاتني نشيطة مثل قبل. هلأ كتير هيك عم قلل مروة على الشغل وعلى كل شي. فهيك والله فقنا أنا وماما رتبنا شوي بالبيت، شربت نسكافيه وطلعت بيجامتي. هي لبستها للطلعة، يعني على جاكيت. بحب هيك كتير لبس الهودي وهيك لبس يعني، وبحسه مريح يعني وعملي. لأنه بهاليوم كنا طالعين أنا وماما بدنا نتسوق أغراض للبيت، نشتري هيك شوية أغراض. ومنه بدي طالع آدم لأنه وعدته إني أجيب له كيكة. بلا الله، يلا روح. هون مثل ما خبرتكم كنت واعدة آدم إنه أخده أشتري له كيكة وهيك، ومع أساس إنه يعني بدنا نشتري كتير أغراض للبيت. مثل ما بتعرفوا إنه أنا ساكنة بإدلب المدينة. فرحنا على المول بإدلب المدينة، في كتير مولات وهيك. فرحنا على المول، فتنا بلشت هيك أول شي على الأكلات والنقرشات وهي الشغلات. أمنت على حالي، دودو أمن على حاله، أخذ الشغلات اللي بده إياها. ماما فورا راحت على قسم المنظفات والمونة وهي القصص. بعدين رحت حتى أخذ شامبو للشعر. صراحة هون المي بإدلب يعني عم تخرب لي شعري بشكل مو طبيعي. المي كلسية كتير، بتعمل هيك قشرة بالشعر، بجلدة الراس يعني فروة الراس. وما عم يزبط ولا نوع شامبو، حتى الشامبو هون ما عم لاقي شامبو أصلي. فبدي أخذ مجموعة من مكان بيجيب هيك منتجات أصلية لشعري تكون كاملة. وأخذت هذا الشيبس كتير بحبه، كنت بجيبه من تركيا يعني وقت كنت بتركيا. طبعا آدم جنني، ولأنه أنا فطوري ما بعرف كيف ما بفطر، فأخذت توست وسمون وهيك قصص بحبهم أكتر. ما بعرف هاي اللبنة عادي إلا قطع. هون كل شي تركي. $20 و20 الباقي. وعلى سيرة المولات والأسعار وهيك، صراحة هون الأسعار يعني ما رخيصة. أول ما جينا على سوريا الأسعار كانت ببلاش، يعني الأكل كان ببلاش. فهلأ الأسعار صراحة غالية، وبتاخدوا الفاتورة بتلاقوها كل شي فيها غالي يعني. حتى صار معي موقف مرة، هون كنت بالمول، فأخدت هيك كام غرض وكذا، وفي كان هذا المول إنه أنا على طول بفوت عليه، وصاحبه إنه هيك بيعرفني بيجي ودفيعة وبشتري وكذا. فأخدت هيك شوية غراض والله ما بينعدوا يعني، وسعرهم كتير رخيص. فبيقول لي فاتورتك 560 ليرة تركي. قلت له ليش، شو أخدت؟ قلت له ليه ما دقيت لي فاتورة؟ دق لي فاتورة أعطيني الفاتورة، بدي أشوف شو أخدت. أم هون شلت الأغراض وعطيته إياهم، حطيت له إياهم، قلت له دق لي فاتورة وهيك. قال يي والله مدري شو مخربط، هاي بيطلع لك معنا كذا. فكان عم ينصب علي يعني عينك عينك. فما استحسنت أحكي شي، ما بعرف يعني أنا بعدتي هيك بخجل أو كذا، يعني شلون بدي واجهه إنه أنت عملت كذا كذا، مع إني أنا ما بسكت يعني عن حقي أو هيك. بس من وقتها يعني ما بقى فوت على هذا المول أبدا أبدا. هو هون كان يعني فاتح جديد هذا المول، وهو بمنطقتنا، فقال له خلص بطلت فوت عليه يعني. فما حأحكي اسمه يعني حتى ما أقطع برزقته. ايه وهيك والله. يلا ما بدنا نفوت بتفاصيل كتيرة. بعدين هون كملنا نحن ورايحين على البيت. صورت لكم هيك المنطقة، هاي منطقة الضبيط. نحن طالعين بشارع ال30. كنا هون عم نستريح لأنه كنا شايلين أغراض كتير، وشفتوا معي آدم يعني مضطرة إني أنا شيل بإيد واسحبه بإيد. صبايا بهذا الفيديو في لقطات أنا مصورتها وهيك من يومي، بتكون تصوير طويل. فأنا حجاوبكم على كم سؤال أنتوا سائليني إياه، وبتتكرر هاي الأسئلة. سألتوني إنه قد إيه إلك على السوشيال ميديا، باليوتيوب، انستغرام، تيك توك وهيك. فأنا إلي على الانستغرام وتيك توك إلي سنتين بنشر حاليا. أنا إلي بسوريا سنة كاملة.
بهاي السنة لحتى هيك حطيت هدف براسي، صرت أشتغل طوّر من شغلي، صار عندي هدف هيك قدّامي بدي أوصل له إن شاء الله. ولمّا كنت بتركيا كان إلي كمان سنة عم باشتغل، أمّا بيوتيوب إلي بس 11 شهر، بس قطعت فترة كتير طويلة ما صوّرت ما نشرت، فهي الفترة حتى هيك متابعة على اليوتيوب وعم بانشر لكم وباشارك معكم. فهيك والله يعني إن شاء الله يعني هيك حاطة هدف ببالي إن شاء الله بدي أوصل له. وهلأ رح أترككم مع فقرة المشتريات ونكمل. unboxing. طبعًا اليوم رح ساوي فوتوتشيني، جبت علبتين يعني لإنه للعيلة مشان يكفي، جبت علبتين. شيبس قلت لكم هذا تركي، باربيكان إلي وللعيلة وبابا وماما طبعًا. التوست التركي كمان، بعدنا بنحط كل شي تركي. جبت هاد كابتشينو المحمود لأنه عم نجيب بالمفرد ظرف ما عم يعني ما عم نلحق، فشلون بيجي هيك كتير طيب. هذا بنصحكم فيه وإله ربوة وهيك، ليكوا هذا شكله. جبت هدول علبني هيك بالكباسة كتير طيب. هدول بيكنج باودر يعني علبة كاملة مو ظروف. نحن بنستخدمه للمندي الكبسة هيك تقبيعة مع اللوز. علبة حليب، مع انه نحن عم نجيب حليب بقر عادي بس اوقات ما عم يلتقى غير بكير الصبح على الساعة يعني 8. مين فايق 8؟ طحين لانه ناوي اعمل كيك اليوم. اذا ما طلعنا سهرنا رح سوي كيك، اذا ما طلعنا سهرنا حنسوي كيك، اذا طلعنا سهرنا ما حنسوي، رح اجله لبكره يعني. فهيك والله اكلات دودو. شو هاد؟ ملح. هدول ظروف الشوربة، ظروف الشعرية للشوربة مع بهار وكذا وهيك طيبات. هدول هي لآدم أوقات بيطلب يعني بيشتري عليها، مع إنه عطاوي مطعم شوكولا بس مو بإيدي. اندومي طبعا لجوع آخر الليل. هي الزبدة مشان استخدمها اليوم للفوتوتشيني كمان. بدي انصحكم بهاي الكوكيز، رهيبة كتير طيبة وطرية كتير وهيك قد حتى يعني كتير 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 لذيذة. بتلاقوها بالمولات، ما بعرف قديش سعرها نسيت. وهي بسكوتة الشوفان ماما بتحبها يعني هي للدايت وهيك. هون أكلات يعني شو بدكم فيهم. شوفوا جبنا من المحمصة فستق وبزر يعني هيك لسه سخن، ياي سخن كتير بس طيب. شو ايدي عم ترجف تعبانة خلاص. كتير طيب يعني. هون في هون هاي المنظفات. طبعا هذا الكلور نحن انا وماما ما بنقدر بدونه، كلور الجيل بينظف وكتير كتير ظريف وما بيبقي على الغراض يعني ما بينزعلكم ثيابكم، فبنصحكم فيه. نحن يعني من تركيا بنستخدمه. جبت شامبو كمان. الشامبو هون ما عم يلتقى الاصلي، ف عم ميز بالقوام تبعه اذا يعني مبين انه اذا كان الشامبو شفاف البانتين كمان هو الاصلي، اما اذا كان كريمي هيك ولونه ابيض هو الاصلي مبين. هاي مادة اكل، هدول مادات اكل للكب سهلات يعني استخدامهم هيك انظف. دواء غسيل كان استخدمناه يعني انا عملت له اعلانات وهيك واستخدمناه وعجبها لماما، ما خسر فيه طيب. كمان عديت على هلا وقت اللي طلعنا على البيت عديت على الخضرجي، جبت موز للكوكتيل لانه جايبه افوكادو،
فمشان إلي هيك الصبح لأنه كثير بيساعد إنه وجهي يصير أحسن. بحس وجهي بصح إذا شربت كوكتيل موز وحليب وهيك قصص. فهي الشغلات أنا بحبها لأني أنا ما بفطر. جبت فطر طازة مشان الفوتوتشيني كمان، مع إنه إخواتي ما بيخلوني أحط لها فطر بس ما حرد عليهم. وجبت كمان صدر دجاج مقطع جاهز كمان للفوتوتشيني، هيك بقطعه هلا انا وبظبطه. وهيك كانت المشتريات. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هاي الفقره. اذا حبيتوا اكتبوا لي كمان بالتعليقات انه على طول صورينا فقرات التسوق والمشتريات وهيك عشان ضل صور لكم اياها يعني وشاركها معكم. ومنه بنصحكم بشويه شغلات اغراض انتم بتشتروها يعني. فبس هيك والله هلا لازم اروح اكل لانه عن جد ليكوا على برجف ما اكله لهلا وتعبانه. عنا الطريق كله طلوع شارع 30 الحمد لله كله هيك. مثل ما شفتوا عرضت لكم فقرة المشتريات. ما بعرف إذا بتحبوا هيك شغلات، بس في كذا صبية قالت لي إنه بشرى صوري لنا فيديوهات مشتريات تياب تسوق هيك شغلات. فاكتبوا لي هلا بالتعليقات إذا بتحبوا هيك، اكتبوا لي بالتعليقات إذا بتحبوا هيك نوع من الفيديوهات ولا لا. وهلا خلونا نكمل بفقرة الأسئلة ونكمل الفيديو كامل. في كتير صبايا بيسألوني إنه أنت وين ساكنة، أنت من وين، ليش أنت بإدلب المدينة. متابعيني هون جديد على اليوتيوب ما بيعرفوا شي عني. بيقولوا لي إنه احكي لنا عنك شوي، عارفينا عن حالك. فحاحكي لكم هيك نبذة سريعة عني وأعرفكم شوي عني. أنا بشرى حصرم من إدلب، من ريف إدلب من الرامي، هيك اسمها منطقتي بعد أريحة. عمري 25 وفايتة بال26. عندي بيبي صغير عمره 4 سنين هيك شي يعني بدكم تقولوا، ما طبق ال4 سنين. اسمه آدم. وأنا يعني متزوجة ومنفصلة وساكنة أنا وأهلي. يعني قاعدة مع أهلي أنا وابني. فلهيك كتير بيجيني هيك أسئلة بتتكرر إنه أنت كيف عندك ولد ساكنة عند أهلك وكذا وكذا. حكيت لكم إياها بفيديو من قبل. كتير بتعرض لهيك أسئلة بس أنا ما بجاوب كل الأوقات. بتسألوني كمان قد عندك أخوات وهيك. أنا عندي 4 أخوات وأنا الخامسة، وعلى قولة بابا ابني السادس. أنا أكبر وحدة بين أخواتي. عندي أخت لسه أصغر مني عمرها 24 وهي بتدرس جامعة بتركيا إن شاء الله. هلا عم بتخلص وحترجع لهون وحتجي زيارة هلا عن قريب إن شاء الله. ادعوا لها الله ييسر لها وتجي ترمضن معنا هذا الرمضان. كتير هي رايدة ونحن رايدين. عندي أخ كمان أصغر من أختي شام، هي اسمها شام. عمره 21 سنة، اسمه يزن، هو اللي بيطلع معي على التصوير أكتر الأوقات. وفي أصغر منه عمر أخي كمان عمره 14 سنة. وفي اللي أصغر من عمر بيسان عمره 12 سنة كمان. يعني هاي آخر العنقود. وابني آدم مثل ما قلت لكم عمره 4 سنين. إيه وبابا وماما. يعني أكتر سؤال بنسأله يعني كمان إنه بشرى أنتِ شو بتدرسي شو بتشتغلي. كتير بيتكرر هالسؤال. أنا درست لل11 وما كملت دراسة وما بدرس هلأ ولا عندي شغف للدراسة، وبحس حالي بقدر أكون ناجحة بشغلات تانية ومجالات تانية غير الدراسة. مع إنه صح الشهادة كويسة وخصيصا للبنت. بس إنه خلص أنا ماني بمجال الدراسة أو هيك وما بحب صراحة ما بحب يعني. فبقولها عادي يعني. فأنا بشتغل هلأ بشتغل بالتسويق الإعلانات بإدلب وبحلب وهي المناطق المجاورة يعني. والحمد لله ناجحة بشغلي كتير ومن المميزين بإدلب. والحمد لله الحمد لله إعلاناتي كلها ناجحة والكل بيحب طريقتي بيحب تقديمي. والحمد لله بشوف هذا الشي يعني من الأشخاص اللي بيشتغلوا معي. فالحمد لله هيك يعني في هدف ببالي إن شاء الله بدي أوصل له. أنتوا ادعوا لي دعوات حلوة ما تنسوني من دعواتكم. وإن شاء الله بالأيام بيكون كل شي متطور للأحسن. وأنا كمان بعتبر يوتيوب كمان صار لي مثل شغل كمان لأنه كتير بياخد من وقتي بياخد من جهدي. السوشيال ميديا بشكل عام خلص اللي بيدخل فيها بتصير له مثل الشغل إذا حدا حاطط هدف براسه. شوفوا جبت عدة الفوتوتشيني وحساويها وحأعطيكم الطريقة مشان إذا حبيتوا تسووا احفظوا الفيديو عندكم يبقى. وسهلة تراها وما معقدة. بس المواد إجباري هي موادها. كريمة الطبخ هي أساسية وكل ما كانت كتيرة كل ما كانت أطيب. حتى فيكم تعملوا الصوص الفوتوتشيني بالبيت اللي هو مثلا جبنة أشقوان الطحين الزبدة الحليب. بس أنا شو ما جبت يعني شو اسمها جبنة الأشقوان ما حساوي بجبنة وهذا شيء اختياري يعني. بس هي أكيد معاها أطيب.
وكريمة الكريمة شو اسمها، عفوا، المعكرونة الفوتوتشيني. جبت هاي الماركة، ما جربتها من قبل، ما بعرف، بس نحن كنا بتركيا نجيب الماركة الأصلية يعني اللي هي خلص ما في بعدها، يعني الماركة التركية. فلعل وعسى هي تطلع طيبة ومو معجنة. وبنحط معاها بهارات، ملح، فلفل، إذا بدكم بهار بصل، ثوم. هلا رح أحكي لكم تفاصيل. طبعا كمان جبت الفطر الطبيعي، يعني أحسن من الفطر اللي معلب، أطيب. هذا الصدر الدجاج جا مقطع جاهز يعني، بس نحن بنرجع بنغسله وبنشفيه هيك، وبنقطعه هيك شرايح صغار للفوتوتشيني، أطيب. وبنحمسه مع البهارات وهي القصص. هون عم بغلي مي. بس غليت المي بطب المعكرونة وبخليها تغلي شوي، بس مو كتير مشان ما تعجن، لأنه بس حطيت عليها الصوص كمان رح ترجع يعني إنه هيك ترجع تستوي وكذا، مشان ما تعجن معنا يعني. لأنه مرة سويتها كتير وخبصت معي، صارت يا الله استغفر الله العظيم بتقرف. حتى شو صارت يعني قليلة صوص. الأكلة أنا برأيي بدها كتير شغل، بدها كتير هيك تعملوها كذا مرة لحتى تزبط معكم وتعرفوا شو مقاديرها تمام. وأهم شي تكون مسقسقة، كل ما كانت مسقسقة والصوص كتير كل ما كانت أطيب. فهلأ خليكم معي لحتى أحكي لكم الوصفة وأنا عم ساويها. وإذا أنتوا بتضيفوا لها شي تاني وبتعملوها بطريقة تانية بتحسوها إنه في إلها إضافات أطيب، اكتبوا لي بالتعليقات. كتير بحب أخذ هيك معلومات وكذا، ومنه كلاتنا نستفاد من خبرة بعض. تمام. في شغلة صبايا إنه أنا الفيديو طويل اللي عملته صار حكيت كتير شغلات، وأنا سألتكم كتير شغلات أنتوا بدكم تجاوبوني عليها بالتعليقات، فما تطنشوا يعني، وقفوا الفيديو واكتبوا لي بالتعليقات وهيك. فأنا بحس بوجودكم، يعني بحس حالي إنه القعدة اللي قعدتها والحكي اللي حكيته كله إنه ما راح على الفاضي، إنه أنتوا لا ناقشتوني وحكيتوا ورديتوا له وهيك. حطوا هلأ لايك وكملوا الفيديو. هي شوفوا هاي المعكرونة هيك جاي شكلها، والله مبينة ترى تمام. بس اللي كنا نجيبها بتركيا هسه أعرض. ما بعرف فيش حاسة كتير. خليها هاي. خليها هاي شي. هون صبايا بعد ما غليت المي حطيت للمي شوية ملح وحطيت لها زيت زيتون، وبعدين كتيت الفوتوتشيني المعكرونة. ما بغليها كتير، يعني 5 دقايق ل7 دقايق مشان ما تعجن معي لما حطها مع الصوص. بعد ما حطيت زبدة وزيت أبيض وحطيت شوي معلقة هيك هيك يعني صغيرة سمنة عربية، هي مشان الدسامة أكتر. حطيتهم وخليتهم هيك شوي يسخنوا، بعدين طبيت الفروج على نار قوية مشان ينشف، يعني ميته تنشف فورا. شوفوا هيك، بعدين بتقلبوه. ما بعرف إذا الصوت قوي. هيك قلبناه شوي وبنتركه كمان حتى ميته تنشف ويستوى شوي. ديروا بالكم تحمروه كتير، مرة أنا حمرته كتير قام انحرق وصار الطعم في الفوتوتشيني بتقرف، استغفر الله العظيم. ما بتشبه الفوتوتشيني أبدا. وخلوها مثل ما قلت لكم مسقسقة كتير، لأن إذا ما كانت مسقسقة أو ناشفة ما طيبة. هلا بس نشفت مية الفروج رح احط انا فوقها بهارات، يعني مثل ملح، فلفل. انتوا اذا بتحبوا حطوا يعني بهار شو اسمه الثوم والبصل المجفف، بس هذا شيء اختياري حسب انتوا كيف بتحبوها. ايه صبايا، هون انا بعد ما نشف الفروج نشفت ميته وهيك وبلش يستوى شوي، حطيت البهارات والزبدة مبينة، يعني الزبدة مسقسقة فيها. حطيت فلفل وملح وهيك، ومثل ما شفتوا كل شوي عم حط لأنه ما بحب كتر، بحب وازن الملح وهي الشغلات. وبالأخير مع هيك طلعت ناقصة ملح، يعني قد ايه بتاكل ملح هالأكلة، شي مو طبيعي. هلا رح احط الفطر قلبه شوي معاها. حطيت انا البهار، طبعا اخواتي ما بيحبوا الفطر فان شاء الله ما يقولوا شيء. هلا رح كتر كريمة الطبخ، نبلش بالصوص. ما بيأثر كترته ساخن فوق بارد كذا. انا بالعادة بعمل الصوص
بطنجرة لحال وبرجع كت الكريمة فوقها، بس يعني معلش خليها تغلي سوا. هلا هاي رح كت فيها حليب وارجع هيك خضها وكتها فيها. شوفوا انا هلا حطيت زبدة هون، في شغله خربطت فيها، كريمه الطبخ لازم ما كنت هلا حاططها، كنت لازم بعد ما عملت الصوص اللي بدي اعمله هون اللي هو زبده وطحين وحليب بحركهم مع بعض فورا مشان يصير قوامهم هيك شوي سميك، بحط فوقه كريمه الطبخ، فهيك شو بصير بيزيد معنا الصوص وبصير كامل مكمل. بس يا ريتني جبت جبنه، كانت طلعت خلص يعني مع الجبنه بتعطيها هيك قوام غير يعني، وفي بتصير في لها هيك مطه يعني كثير بتطلع طيبه، بس يعني هذا شيء اختياري. فعادي فيكم تسووها بلا جبنه. هذا هو الصوص، يلا عملته هلا وراح كته هون، خليه يغلغل مع الكريمة الطبخ والفروج والفطر وهالقصص. شو رأيكم؟ ايدي ما بقى تشيل، تعبت. قول لهم مرحبا. مرحبا. دودو ناطرة مع انه ما بيحبها هي الاكلة. تحبها؟ تحب المعكرونة؟ اسمعوا صوتها المسقسق والمنغنغ. طبعا هذا الصوت بيكون بالعادة مزعج، بس لأنه لهي الأكلة لا مو مزعج، لا يتشبه. هلا صراحة بدون ما أدوقها، أنا لهالحد هلا ما دقتها، بس بدون ما أدوقها مبين كتير 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 طيب، يعني طيبة. فرح أدوقها هلا وأخذ رأي العيلة كمان وأخبركم. يلا السفرة صارت جاهزة. لما أجيت لحتى أصور لكم إياها وقيم لكم إياها أنا وعم باكلها بالمطبخ، قامت انقطعت الكهرباء مع الأسف، بس أنا هيك كترت لها في الفول، طلعت طيبة كتير ومسقسة أو بتجنن عن جد طيبة، وصوصها ظاهر، بس ناقصها شوية ملح. طبعا طالعة من البيت هلا، قطعت الكهرباء، نحن معزومين على السهرة عن بيت عمي، نحن وبيت خالتي وهيك يعني، فيلا. لا كهرباء لا ضوء، بس الجو حلو. مثل ما شايفين صبايا، هذا بيت عمي يلي مرة صورت لكم اياه، قلت لكم بيت عمي سكنوا هون بإدلب وهيك. هذا هو البيت اللي جينا انا ومرت عمي طبقناه وزبطناه وهيك. صراحة من فترة صار عندهم حريق يا حرام، احترق مطبخهم وقامت الدنيا، وهلا كله عم بيدهنوه من اول وجديد حيزبطوه. جينا نسهر هون، كنا هيك يعني سهرة صبايا نسوان وهيك. مرت عمي كانت مجهزة المتة والأرجيلة وهي الأجواء وهيك، وأنا كالعادة يعني بحب أشرب نسكافيه، ما عم بتعود على المتة كتير، يعني بشربها إنه عادي بس ماني من محبين المتة. ورجعنا على البيت الحمد لله. هون عنا أمان بإدلب، كتير بحس بأمان بإدلب، بنجي بنص الليل بنرجع من السهرة، ما بيأثر أي كان الوقت اللي نحن طالعين فيه، يعني بحس بهذا الشعور بإدلب غير باقي المحافظات التانية، ما بعرف يعني هيك إدلب غير لبست وطالعة هلا، عندي تصوير إعلان وعندي موعد دكتور أسنان، ما عم بخلص من دكتور الأسنان، كتير مليت والقصة طالت. هون بعدين طلعت، رحت أنا وأختي الصغيرة، رحت على دكتور الأسنان حتى خلص جلسة الموعد اللي كان عندي يعني، وما عم خلص صراحة، كتير كتير مليت، بس لأني عم بعمل تغيير كامل بأسناني بدراسي بالابتسامة وكل شي يعني. جيت بعدين كمان هون، لقيت هاي العرباية الفواكه، أخذت لأبني شوية فواكه. بعدين رجعت، رحت على محل ولادي، أخذت له لابني بوط وبنطلون، وجيت فتت كمان أخذت لإلي هذا الكاب، كتير كتير حلو. بعدين صرت أتنقل بالتاكسي لأنه كان كتير الجو برا مطر وهيك، على المنطقة اللي هي منطقة السوق هيك، وبعدين كملت على البيت مشي لأنه هون صحي الجو.
جا بابا وجايب الغنايم، عنا عزيمة بكرة وحب يتسوق هيك شوي للبيت. شوفوا هذا خبز صاج كتير رقيق، الأكل كتير طيب. هون بابا كان متسوق من سوق الهال، الله يرزقه يا رب، كان جايب لنا هي الأغراض. لما يكون عنا عزيمة أو عنا هيك مشاريع بيحب يجيب هيك شو بيقولوا بالسحارة، يعني هي خيرات سوريا ما شاء الله. هون كان عنا عزيمة كمان، عازمين بيت خالي وولادهم يعني، وكناينهم وهيك، وكنا عاملين أكل كتير طيب، وصورت لكم كتير شغلات يعني وهيك. تابعوا الفيديو للأخير. والوصفات في منهم ذكرت لكم إياهم، في منهم اللي ما ذكرت. أنتوا إذا حابين تعرفوا شي منهم اكتبوا لي بالتعليقات، وأنا إن شاء الله بكتب لكم إياهم وبثبت التعليقات وهيك. شوفوا عم نجهز السفرة، تجهيز يعني قبل بوقت. ماما عملت هي سلطة الجرجير، فيها جرجير وبصل أخضر وبندورة وثوم، وبنحط لها هيك شوية حمضيات وهيك قصص. صحيح ليمون؟ ما فرمت الليمون عشان ما يمرمر. يلا بعدين. صينية الدجاج هي بدنا نسويها ونحمرها للمندي، وبدنا نحط عليها كمان ملون المندي يلي هيك مثل ما بيعملوها هيك بالمطاعم وكذا. وهي السمك جاهز كمان للشوي. وعندكم الخضرة كمان، عملنا خضرة. هاي السلطة أنا عملت السلطة كمان، فرمت خلصت. ساوي الدقوس بنحط هو للمندي، هذا الصوص بيكون حد المندي. بصل أخضر وبندورة وفلفلة كل الأنواع، بنخفقهم بالخلاط وبنحط لهم البهارات مثل ملح مثلا، هيك شغلات يعني. هلا بصور لكم. نجيب راسبيريز للترويقة الهون، بس بدنا ننقل منيح. أنا بلوبريز وراسبيريز دايما لازم يكون عندي، فهيديك المرة جيت أخذت بلوبريز، هيدي المرة قلت عم بعمل الدقوس. حطيت فلفلة حمراء وفلفلة خضراء وبصل، فرمتهم كلياتهم بالفرامة، هي فرامة الخضرة. فرمتهم وبعدين رح كمان اخلط بالخلاط هاد تبع الخضرة. رح بخلط كمان البندورة، هي كمية البندورة مع هي كمية الخضرة، وبعدين بحط لهم ملح وكمون. لا تسألوني ليش كمون، ماما قالت لي كمون، ماما شامية. بتحطوا ملح كمون وزيت زيتون بس هيك، وبتصبوهم. هذا بيتاكل الصوص حد المندي كتير طيب، والمندي عن جد عن جد مو طيبة إلا مع هالصوص، وخصنص إذا حد. هلا شوفوا بالله ديل، او ماي جاد انقطعت الكهرباء. ياي نحن مشغلين الفرن، يا ربي شو هالحالة هي. يعني ما بعرف صراحة، كتير مزعجة هي القصة انه عم تنقطع الكهرباء ونحن مثلا نكون عنا شغل، عنا عزيمة. اوف، ما بنقدر نركب طاقة هون. اول شي نحن بنرجع بيتنا بالضيعة الصيف. تاني شي انه هون الطاقة ما بتتركب عنا فوق على السطح. اذا لها اول شي بدها تخرب كمان، مش قديش قلت اول شي، رح تخرب بالنقل او بجوز تتكسر. شغلة تانية كمان انه على السطحة هون بالبنايات مو الكل بيأمن يحط الطاقة، لانه عم بيكسروها لبعضهم الناس، في منهم عم يسرقوها، تخيلوا يعني. فصعب كتير انه نروح والله نجيب هاي الطاقة وننقلها من البيت ونرجع ناخدها معنا. فوقت عم تنقطع الكهرباء شو بدنا نعمل يعني؟ امرنا لله، نتحمل. بس اوقات عم تنقطع، هلا عم بيعملوا تقنين عم تنقطع الكهرباء اوقات 4 ساعات، اوقات عم تنقطع ساعتين. بس هي الساعتين اجباري عم تنقطع كل يوم ساعتين، بس 4 ساعات هي اوقات يعني بيقطعوها اكتر. اوقات تنقطع كمان ساعة بالنهار، شو بيعرفني يعني. الله يفرجها احسن شي. هلا رح اخلطهم بالخلاط على الناعم كمان، وحطهم مع هدول، حط لهم بهارات، ورح صبهم بهدول صحون الفخار هيك مع الاكل. شو رايكم؟ احذروا شو انا عم لكم، راح اخلطهم بالهي. مقطوع الكهرباء، مقطوع الكهرباء، قطعت الكهرباء. وجينا نحن شغلنا الفرن، قطعت الكهرباء. هلا انا كمان بدي اشتغل بالخلاط، انقطعت الكهرباء. فرح اترك كل شيء لحتى تجي الكهرباء لحتى نشتغل. يعني ما بعرف، بجوز هلا تجي، بجوز بعد شوي تجي، ما بنحذر عليها يعني، ما بنعرف. فانتوا اللي بسوريا خبروني شو وضعكم، عم تنقطع الكهرباء عندكم؟ وين ساكنين انتوا؟ بإدلب، بحلب، وين؟ طبعا الكهرباء ما اجت، ما اجت. اوكي، شكلها عزيمتنا حتخرب. عم بشرب هلا فيتامين، هذا مكمل غذائي. تلوثت. مكمل غذائي هاد
لأنه أنا معي فقر دم ونقص حديد وهيك قصص. فشوفوا أورجيكم الحنجور كيف بيجي هيك، بيجي بعلبة هنن 8 قطع، لا 10 قطع. ايه شوفوا اسمه مشان إذا حبيتوا تاخدوا لقطة شاشة إذا بدكن إياه. هو أتوقع هذا يعني ما بده وصف الدكتور أو شي، هو مكمل غذائي ما له أي يعني حديد وهيك قصص، ما له أي إنه أعراض جانبية أو شي. صراحة فترات اللي بشربه فيها ما بدوخ كتير. يعني أنا مثلا إذا طلعت لفوق كتير أو إنه قمت فجأة أو كذا أو هيك بدوخ، عندي نقص حديد وفقر دم. فهيك شغلات فيتامين د، كالسيوم، مكمل غذائي، هاي الشغلات بحسها المنقذ، فخدوا منهم ولا تهملوا حالكم رجاء. اشربوا مي. هون مثل ما شفتوا هذا الدقوس اللي عملته للمندي كتير طيب، صبيته بالصحون وبلشنا نجهز السفرة. الحمد لله الكهرباء اجت وانقذتنا يعني. طالعنا صينية السمك هاي من الفرن، عملنا حطينا لها الصوص الطحينية عليها، والصينية التانية كمان حطينا لها الصوص الأحمر عليها، وعملنا المندي صبيناها، طالعنا الفروج وبلشنا نسكب الأكل كلياته. الضيوف وصلوا بلشنا نقبي على الأكل كمان. عمر لها محببات وكل شي كان حلو، انبسطنا كتير، وبعدين سهرنا سهرة حلوة كتير نحن وهنن، وتسلينا كتير كتير. الله يديم هيك الجمعات الحلوة يا رب، وهيك يخلي لكم أحبابكم ويجمعكم بأهلكم يا رب إذا كنتوا مغتربين وبدكم ترجعوا على سوريا. وبس هيك كان الفيديو، إن شاء الله تكونوا حبيتوه يا رب، وإن شاء الله تكونوا هيك عم بتقدروا الشي اللي أنا عم ساويه وتحبوه. لا تنسوا تعطوني رأيكم بالكومنتات، بيهمني كتير كتير إني أسمع منكم. ولا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة اللي ما مشترك، وتضلوا بخير يا رب. بحبكم كتير، سلام.